العميد سعيد بن أحمد الأسمري ضابط أمن متقاعد برتبة عميد من رئاسة أمن الدولة، تقلد العديد من المراكز والمناصب الهامة في مجال عمله، نال عليها عددا من الأوسمة وشهادات التميز والتقدير من ولاة الأمر ومن رؤسائه، وله مواقف إنسانية نبيلة تذكر فتشكر. وبعد التقاعد اتجه للعمل الاجتماعي وقام بكثير من الخدمات الاجتماعية، ومنها مؤسس وداعم لفرقة بلسمر الشعبية، عضو لجنة إصلاح ذات البين في بلسمر، تبنى العديد من الأنشطة الصيفية في بلسمر بالتنظيم والتنفيذ والدعم المالي، عضو لجنة رجال الحجر التي تبنت المراجعة في جلب مياه التحلية من الشقيق إلى البشاير، عضو لجنة التنمية السياحية في مركز بلسمر، عضو مؤسس في اللجنة الثقافية في بلسمر، مؤسس مهرجان البر في بلسمر، صاحب جائزة العميد سعيد بن أحمد لدعم وتنشيط الشأن الاجتماعي والزراعي والسياحي والاقتصادي في بلسمر، وهي جائزة أفضل مزارع، جائزة أفضل مربي ماشية، جائزة أفضل عمل للنظافة وخدمة البيئة، جائزة المتطوع المثالي، جائزة الإنجاز العلمي المثالي، جائزة الأسرة المنتجة المثالية. كان ممن أسهم بشكل كبير جدا في النواحي الفلكلورية، فهو من أول من المؤسسين لفرقة بلسمر التراثية، وكذلك كان من المؤسسين لنشاط كثير من الاحتفالات الصيفية في بلسمر، فهو كان يرعاها ويدفع كذلك من جيبه لكي تستمر هذه الأنشطة. كان يسهم بشكل سنوي في عمل مناسبة كبيرة جدا لجمع الناس في الصيف وإنشاء والمحافظة على التراث وعلى الشعراء وعلى أبناء الفرقة. مرت هذه الفرق الشعبية في بلسمر بأوج يعني زخمها وإنتاجها وحضورها عددا وكما وكيفا. سعيد بن أحمد الأسمري عرفته من خلال سمعته عندما كنت طالب بجامعة الملك سعود، وزملائي يدرسون في جدة بجامعة الملك عبد العزيز، وكانوا دائما يذكرونه بالخير والمساعدة لهم، مما تمنيت في حينها أن أقابله، ولكن للبعثة ذهبت إلى أمريكا ثم عدت، والحمد لله تقابلنا في عدد كثير من المناسبات، ومن أهمها صلح على مستوى رجال الحجر، وكان أول مرة آتي إلى منزله، وكان حقيقة من الناس الذي يجمع الكلمة ويصلح ذات البين. كذلك له يد وأيادي بيضاء في مجال الثقافة وفي مجال المناشط الصيفية، ومنها على سبيل المثال مهرجان البر. لا ينكر أحد جهوده في ما يتعلق بمهرجان البر في بلسمر، فهو من المؤسسين لهذه الفعالية التي نراها سنويا، وهذه الميزة التي امتازت بها بلسمر على مستوى الوطن. الجائزة أصلا عموما هي عبارة عن 4 أفرع، قيمة كل فرع 5000 ريال. أنا في الحقيقة تربطني بأبو أحمد صداقة تمتد إلى أكثر من 20 عام، ولا زلت أتذكر أول لقاء بالعميد سعيد، وصدق من يقول إذا أردت أن تعرف الشخص فاسأل من يزامل أو من يرافق. هذا الرجل أنا عايشته كعسكري في يوم من الأيام تحت إدارته وفي مهام كثيرة، يعني يعجز الوصف أني أتكلم عنه من ناحية القيادة ومن ناحية كعمل ومن الناحية الإنسانية كشخص. فهو جمع الثنتين الحقيقة، كقيادة قائد من الدرجة الأولى، قائد يحمي مرؤوسيه يدافع عنهم، أحيانا يلحق ضرر بأسباب أخطاء بعض المنسوبين، ولكن هذا مما يجعل الآخرين يعني يتفانون في أداء مهامهم، وهذا هو القائد الحقيقي والقائد الناجح. ووصل الأمر إلى أمور كثيرة الكل يعلمها. مقترح لي أنا بتطبيق حد الحرابة على
المروجين والمهربين. فقد كافح كثيرا من أجل الحصول على الشهادات والدورات التدريبية التي أهلته لأن يكون من عوامل ورموز المجتمع المدني في منطقة بلسمر كلها. فيما يخص المبادرات والمشاريع فالحديث عنها يطول، وله مبادرات أتوقع أنها تعتبر يعني من الأمور التي لم يسبق إليها في أن ينظم ويسهم في تنظيم العديد من المبادرات والمشاريع الاجتماعية، والتي يأتي من أبرزها مهرجان البر الأسمري الذي كان داعما وربما كان يعني مؤصلا وصاحب فكرة إقامة هذا المهرجان، فهي في حد ذاتها مكسب كبير، فلن يأتي من البر إلا البر. المهرجان قبل أن يكون احتفاء بالبر هو احتفاء بالمزارعين الذين ينتجون البر، ودعوة للمزارعين بأن يعودوا إلى مدرجاتهم الزراعية التي هجروها. بقية المشاريع التي يشارك فيها الحقيقة كنت أتمنى لو أني أستحضرها جميعا حتى أشير إليها، ولكن الذي أعرفه عن العميد سعيد أنه يسهم وبفعالية في كل الأنشطة الاجتماعية والثقافية والإنسانية والقبلية، وهو داعم للكثير من هذه الأنشطة وهذه المشاريع. رجل صاحب علاقات اجتماعية كبيرة وعالية جدا، ولديه حقيبة كبيرة من الإنسانية سواء وهو على رأس عمله أو خارج عمله. قدم أعمال خيرية إصلاحية إنسانية لكل من وصل إليه من الناس، سواء على هيئة أفراد أو شيوخ أو شيوخ أو قبائل، حتى داخل عمله مع زملائه من الضباط أو الأفراد العسكريين. لديه شخصية قوية معتبرة أمام الأمار أو الزملاء أو أصحاب القضايا التي توكل إليه بكل جدارة. الصديق العزيز الغالي العميد سعيد له صورة ذهنية خاصة عندي أنا، وأتذكر دائما بيت الشعر اللي هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. هذه الشخصية المرموقة التي تتكون من مجموعة من السمات والصفات الرفيعة، ومن أهم الجوانب المضيئة اللافتة في شخصية العميد سعيد هو الجانب الثقافي. تخرج وعين بأمن الدولة وتدرج في المناصب حتى وصل إلى رتبة عميد، وكان الرجل المثابر والرجل المخلص لدينه ومليكه ووطنه، واستطاع أبو أحمد أن يحقق إنجازات عظيمة أثناء عمله في أمن الدولة. والحقيقة أنا في نظري أنه مستحيل أنه يتكرر. من الشيم والقيم، من النخوة، من المروءة، من الشجاعة، ومن الكرم. أبو أحمد رمز وعلم. الكل في المنطقة الجنوبية يطرب عندما يسمع عن عمل قام فيه سعادة العميد سعيد، أو عن مشاركة، أو عن فكرة كانت مطروحة وأسهم في نجاحها وطرحها على أرض الواقع. العميد سعيد بن أحمد وهو غني عن التعريف وله مواقف عديدة، لكن من ضمن المواقف يعني اللي قصته المعروفة في مجال عمله وهو الكفو في عمله، وكفو مع قبائله، وكفو مع البعيد والقريب. بعض الناس تلقاه دكتور أو ضابط أو مسؤول كبير أو رجل أعمال، ولكنه مختصر على نفسه ولا يعرف أحد. العميد سعيد بن أحمد الأسمري أعتبره أخ لم تلده والدتي. عرفت هذا الرجل من 55 عام في الرياض عندما التحقنا بدورة الضباط، دورة المرشحين الثانية.
حينما نتحدث عن سعادة العميد سعيد بن أحمد الأسمري فإننا نتحدث عن قامة وشخصية وطنية عظيمة له من الإسهامات والمبادرات الكثير في خدمة القيادة والوطن. فنحن حقيقة من خلال ما رأينا وما تابعنا وما شاهدنا من مبادرات سعادة العميد سعيد بن أحمد المجتمعية والثقافية والإنسانية والتنموية، وأيضا جهوده في الجانب العسكري المباركة. وهو علم على مستوى هذه البلاد، وعلم لبلسمر، وراية في الخير. وحقيقة يعني الناس لا نرتبهم في قلوبنا، ولكن أعمالهم وسجاياهم وخصالهم هي التي ترتبهم في قلوبنا. فالرجل هذا نسأل الله عز وجل أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أحبه وأنزل محبة في الناس بما خدم في عمله وبعد عمله، وبما قدم من أمور لهذه البلاد وفي أثناء عمله وبعد عمله. هذا الرجل من رجال الأمن النادرين اللي ضحى بنفسه في كثير من المواقف، واستشهد بموقف واحد أنه استطاع أن يقضي على قضية على مستوى الدولة ومن أكبر القضايا، وكان لها جوانب سياسية وتحتاج إلى نوع من الحنكة والسياسة والتصرف. هذا الرجل شخصية اعتبارية يعني، ويعتبر رجل عصامي، بدأ من الجندية ثم تدرج صف ضابط ثم ضابط إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. الحقيقة كان في مجال عمله مشهود له بالشجاعة، بالكفاءة، بالمقدرة على إدارة كثير. العميد سعيد بن أحمد الأسمري ضابط وقائد، فهو متميز في عمله، متواضع في كل شيء، وهو علم ورمز بين قبيلته. أبو أحمد أنا لي علاقة معه من عام 81 هجري، 1381 هجري، بما أن والدي ووالده رحمة الله عليهم حاربوا في القهر فكانوا أصدقاء مع بعض. لما دخلت المدرسة عام 81 كان أبو أحمد سنة ثالثة وأنا سنة أولى. سعادة العميد سعيد بن أحمد الأسمري، فأبو أحمد له مناقب عديدة تذكر ويشكر. فعندما كان ضابطا في السلك العسكري له أعمال مميزة في ضبط المجرمين بحق وطننا الغالي بطرق احترافية وشاقة مكنته ومن معه بالسيطرة على هؤلاء ولا غرابة. فهو أحد رجال أمننا المخلصين الذين يعملون كرجل واحد. الجانب الأهم الذي بتحدث عنه في شخصية العميد سعيد أنه الرجل الذي يعتبر مدرسة في ترسيخ الولاء للوطن ولولاة الأمر ولديننا. سعادة العميد سعيد بن أحمد حالة نادرة ومتميزة، ويستحق أن نطلق عليه نظرية اسمها نظرية التفرد وليس التمييز، لأن المتميزين كثر لكنه تجاوز المتميزين بمراحل. يعني أينما بحثت عن أبا أحمد تجده في الكرم، تجده في المروءة، تجده في الفزعة، في كل مجالات الحياة. بالنسبة لسعادة العميد سعيد بن أحمد الأسمري، تدرج في السلك العسكري بأمن الدولة حتى وصل برتبة عميد. الرجل هذا مهما علم من علم بلسمر وعلم من علام رجال الحج حقيقة. العميد سعيد بن أحمد اللي يشوف منظر الرجل يقول هذا مهاب. في الحقيقة هو إنسان طيب وإنسان عطوف وإنسان خير، إنسان له مواقف إنسانية ليس لها حدود مع اللي يعرف واللي ما يعرف. العميد سعيد بن أحمد من رموز الوطن وشخصية قيادية، وهو زميل لعمي العميد عبد الله بن عوضة بن مداوي، الله يطول في أعمارهم، وهم قدوتنا. وتفاجأنا وإذا به أكثر من 6 أو 7 من رجالات الطائف لما عرفوا أنه سعادة العميد حضر لهذه المناسبة أتوا استقبلوه، أثنوا عليه، ذكروه بالخير. كان رجل عصامي قوي
عسكري من الطراز الأول، ولكن كانت النواحي الإنسانية عنده عالية جدا. كان يتعامل مع زملائه سواء الضباط أو الأفراد أو كل من يعمل تحت إدارته بكل اقتدار، كان يعاملهم معاملة إنسانية واجتماعية عالية جدا. كان يخدم الضعيف ويحاول، ولذلك شهدت هذا الموقف وكان موقف مؤثر جدا، لأن الناس غادرهم وكان قد وقتها تقاعد من العمل، ولكن هؤلاء الناس لم ينسوا. حضرت عدد من هذه المناسبات، بل أستطيع أن أقول الفضل لله سبحانه وتعالى ثم للعميد سعيد فيما وصل إليه من سمعة جيدة قرب الأسمر. كذلك تبنى وعمل بجد واجتهاد ونشاط ما يسمى باللجان الثقافية ولمعرفة الشخصية بالعميد سعيد اللي هو صديق وزميل ومخلص كما ذكرت آنفا. فهو من المؤسسين لفرقة بالأسمر الشعبية، وكذلك له أيادي كما ذكرت سابقا في إصلاح ذات البين. وقد اجتمعوا أعيان وكبار رجال الحجر في منزله العامر، وأكرمنا ضيافة وشهامة وصدق ورجولة، وكان القصد منها إصلاح ذات البين لبعض المواضيع التي هي على مستوى رجال الحجر. ولا نستطيع حصر ما نعرف عن هذا الرجل. إن قلت رجل عسكري مميز فهو كذلك. وبخصوص العمل هناك من هو أفضل مني للكلام عنه من زملائه الخاصين اللي رافقوه في سيرة عمله. شخصيته كقيادي سبحان الله، الله أعطاه يعني حتى شكليا وكاريزما. يعني الشخص اللي تقابله برا في المناسبات الاجتماعية وغيرها، لما تيجي في المكتب تجد شخص آخر تماما. يعني شخصية يستطيع الفصل بين العمل والقيادة والزمالة وبين الحياة الاجتماعية كشخص ونيس وأنيس، لكن في العمل أبدا لا يمكن يتنازل عن أي أمر. رزق الله الأخ العميد سعيد بأبناء بررة محترمين مؤثرين في حياته بمزيد من الانضباطية والتعليم المستمر. أتمنى إن شاء الله أن يكون في مستقبل الأيام منهم من يكون في مقام والدهم في تبني الكثير من الأمور المجتمعية التي تفيد المجتمع المدني. حدد لجنة توزيع الجائزة على المزارعين كل حسب إنتاجه، ودفع من جيبه الخاص للمزارعين تلك الجوائز التشجيعية وإكرامهم على مستوى بالأسمر. الجانب الإنساني والاجتماعي ليس بغريب على العميد سعيد، فهو ابن المنطقة البار، وهو الإنسان الذي يرتبط بفئات المجتمع على اختلافها ويحتك بهؤلاء أو بأبناء هذا المجتمع وفئات المجتمع، ويتلمس احتياجاتهم ويشاركهم في أفراحهم وفي أتراحهم، ويسهم بالغالي والنفيس في هذا الجانب. فلا نقول إلا جزاه الله عنا وعنهم خير الجزاء. ثم أيضا عمله الدائم والمستمر في الإعلان والإعلام عن أهم منتج من منتجات الزراعة في بالأسمر، وهو البر الأسمري الذي حظي بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الاجتماعي. وكما قلت في السابق، إذا كان هو من خيرة ضباط الأمن أثناء العمل، فهو أيضا من خيرة أبناء قبيلته، قبيلة بالأسمر في جنوب المملكة العربية السعودية منطقة عسير. أما إذا نظرنا للمثقف من الناحية بتعريفه المتداول للثقافة بمعناها العام، وهي مجموعة المعارف والفنون والعادات والتقاليد والنظم لأي شعب أو مكون اجتماعي معين سواء كان صغيرا أو كبيرا.
المعلومات، يعني حتى على مستوى القبائل في معرفة الفخوذ والبدود، في معارفه في كل الوطن الحقيقة معارفه موجودين، ولكنه يتميز عن غيره بفكره العميق، بآرائه اللي يطرحها وتكون يعني بناءة ويقتدى بها في كل المجتمعات الحقيقة. أبو أحمد رمز كبير يعتبر للمنطقة الجنوبية والقبائل رجال الحجر، وعلم من أعلام بل الأسمر لن يتكرر. له طموح وله أيضا تصور وله أيضا خطط استراتيجية بأن يكون هذا المهرجان يكون مهرجان عالمي، وهذا الذي يعني صراحة أنا لمسته في أبو أحمد، وهو يقول إن لابد أن يكون هناك أيضا يكون مهرجان عالمي. كيف يكون؟ مثلا أن يكون هناك علاقة أو هناك يعني شراكة مع مثلا مزارع البر التي في فرنسا، أيضا يكون هناك شراكة مثلا مع مزارع البر في أوكرانيا أو في الاتحاد السوفيتي أو ما إلى ذلك. فتلاحظ بأنه ذو يعني همة عالية أن يكون هذا المهرجان وهذا الفعالية وهذه الفعالية التي امتازت بل الأسمر بها على مستوى المملكة وعلى مستوى الخليج. وكان العميد سعيد قد اقترح حينها أن يطبق بحق أولئك المجرمون وأمثالهم الذين يريدون إغراق البلد وإغراق أبنائنا بالمخدرات أن يصدر بحقهم حكم شرعي بالإعدام. هذا ما هو فساد في الأرض؟ أنا من رأيي أنه يتم الإعدام. وقصته المعروفة في قضية المخدرات اللي يعطي ملايين، وكان جزاء ما سوى في قضية المخدرات أصر على أن هذه الملايين تقسم من أعلى ضابط إلى أصغر جندي شارك في العملية، وهذا ما يسويها إلا نوادر الرجال. وكان يقف مع زملائه في جميع أمورهم في العمل وغير العمل، وكان مثال للرجولة والشجاعة والأخلاق والكرم. ثم بعد التقاعد كان لها أعمال جبارة وكان لها أفكار يشار إليها، وكان من رموز بل الأسمر. ولعلنا نوجز بعض من هذه الصفات الجليلة وهذه الأعمال الجميلة التي قدمها لوطنها ومجتمعه خلال هذه الرسالة. فالرجل له محبة في قلوب الناس ومعروف، وهنيئا لمن قدم أثر، ولا خير في من لا يؤلف ولا يألف. ثم لا أنسى أنه سموه الأمير ماجد بن عبد العزيز رحمه الله أمير منطقة مكة، آثر على نفسه ألا أن يحضر إلى مكتب سعادة العميد سعيد الأسمري ويكرمه في مكتبه، وهذه والله بادرة نفخر بها نحن رجال الأمن. أيضا الفخر لي أني عملت تحت قيادة هذا الرجل واستفدت منه كثير. فيه نقطة أخرى يعني قد لا تتوفر في أي شخص من النوادر جدا، وهي أن هذا الرجل رجل يتغافل ويتجاهل الخطيئة، الكلام الغير لائق يسمعه وكأنه لا يسمعه، وهو يمشي فيما يراه في مصلحة الجماعة وفي مصلحة البلد بشكل عام. ولقد رأيت فيه وطنية غير معتادة. أيضا يعتبر من مؤسسي مهرجان البر بل الأسمر، فكان هناك جائزة العميد سعيد بن أحمد لدعم تنشيط الشأن الاجتماعي والزراعي والسياحي والاقتصادي ببل الأسمر، وجائزة الإنجاز العلمي، وجائزة أفضل مزارع وأفضل مربي للماشية وأفضل عمل للنظافة وخدمة البيئة. أيضا أحد المواقف يقول على لساني عندما كنت أتعالج في أمريكا استأذنت سمو سيدي وزير الداخلية وأخذت لي جناح كامل في الفندق وجعلتها ضيافة لأبناء هذا الوطن الغالي المغتربين. الرجل هذا له مواقف وله أفضال كبيرة بعد ما تقاعد. بالنسبة عمله خلال فترة عمله قام بعمله على أكمل وجه،
ونال كثيرا من الأوسمة والأنواط وشهادات الشكر من قبل المرجع، من قبل المرؤوسي ومن ولاة الأمر حفظهم الله. العميد سعيد بن أحمد له اليد الطولة في المهرجانات الثقافية في بن الأسمر، ومنها مهرجان البر، وكذلك أي يعني احتفال سواء في مسابقات رياضية أو غيرها تجد العميد سعيد هو من السباكين وله اليد الطولة في الدعم. العميد سعيد أول معرفة به هي في المدرسة 2 بن الأسمر في عام يمكن 82 83 في هذا تقريبا. كان هو وسعيد بن جرمان رحمة الله عليه، ومعهم واحد يمكن انه بطي او زي كذا برضه من المضفاه، لهم ماصه في الدور الارضي جنب الباب هم الثلاثه، اما بقيه الطلبه كلهم فوق. احنا في الاولى وفي الثانيه والثالثه، هم رقوهم الى الظاهر الى الصف الرابع، لانه هم فيهم الكفاءه انهم يعطوهم الدرجه الاعلى بعد ما عملوا لهم اختبار وذا كل شيء. كفها اليمنى مضريها وتغدق، والمكارم ورث جد ما شراها، مثل بحر زاخم الامواج يصفق، والبحور مبيحت جوده ملاها. مجلسه فيها السوالف ما تلفق، حي قوم ما تنقص مستواها. العسل والسمن كالسيل يتدفق، يذبح اسمان النعايم ما حصاها. كان هناك جوائز لأحسن مزارع في بن الأسمر، لتبنى كثيرا من الأنشطة المنهجية واللا منهجية خلال عطلة الصيف والتنشيط السياحي في بن الأسمر. الرجل هذا علم، ومهما نعدد من صفاته أو نذكرها لا نوفي حقه، ولكن نقول يا أبو أحمد بيض الله وجهك خلال مسيرتك، سواء أثناء عملك في الجهاز العسكري في أمن الدولة أو بعد تقاعدك، وأطال الله في عمرك. فالعميد سعيد هي الركيزة الأساسية والتي أتمناها من جميع القيادات، هو ترسيخ مبدأ الولاء والطاعة وحب الوطن والانتماء والحس الأمني عند الجميع. مهما قلنا أو كثر الكلام، بجهدك بفكرك حققت الآمال والأحلام، وارتقيت إلى مناصب الأعلام، وتشرفت بخدمة وطنك ووطن السلام. يا أبا أحمد، أنت بارع في كل مجال، وتتفاخر بحضورك مجالس الرجال. أنت قدوة حسنة لكل الأجيال، أنت بفخر تجارتنا بالخير راس مال. يا أبها إنسان، دخلت الوظيفة نظيف، وخرجت منها أنظف من النظيف، وأنا على ذلك أضيف بأنك دخلت الوظيفة برغيف، وخرجت منها بذات الرغيف. فسلام لك من القلب أيها الشريف. تحياتي لكم للجميع. يطيب الكلام وينفتح يا القصيد بحور، بيوت على معنى مقفاه موزونه، يشع الفخر منها مثل ما يشع النور، صوت جميع للنواميس يوحونه، قصيد يعدل ذائقة حضرة الجمهور، لاجل يحفظوه للمنابر يردونه. سلام على اللي بالوفا والشرف مخبور، وربعه على صدور المجالس. ادخل بوابة بن الأسمر، واي عمل انا ابادر في دعمه او في عمله او في تبني فكرته اعتبره يعني شرف لي وخدمه لابناء بن الأسمر وكون الدرع هذا من ابو احمد، فهذا كمان وسام اعتز فيه. ينفتح له القصيد بحور، بيوت على